شوفوا الفطيرة الجميلة دي فطيرة بالتفاح. تعالوا اقول لكم عملناها ازاي. تحفة وهايلة ومورقة من جوه، رول جميل جدا. هنا جبنا معانا 3 كوبايات دقيق، طبعا نخلينهم، وهنضيف عليهم معلقة خميرة، ومعانا معلقتين سكر عشان تفاعل الخميرة زي ما احنا عارفين، وربع معلقة ملح. تمام. هنا ممكن لو انت عندك عجان تعجنيه في العجان عادي جدا. انا هنا عملته على ايدي، حسيت ان الكمية مش مستاهلة ان انا اشغل العجان. وضفنا عليهم بضاية. هنا معاكي عندك بقى لبن، حليب، عندك لبن قرايب، عندك زبادي. ممكن تعمليها بمية، بس لو تضيفي بقى عندك ايه عشان تعززي الطعم معلقتين لبن بودر. انا هنا كان عندي لبن قرايب، فانا استخدمت معاه مع الخليط ده. وهنا هنحتاج لكوبايتين، بس انا حطيته على مراحل لحد ما اشوف كمية العجين في ايدي تحت، يعني تحت ايديا محتاجة قد ايه، لان انتوا عارفين الدقيق بيختلف من نوع لاخر. هفضل هنا اعجن بايديا كده لحد ما احس ان انا خلاص بدأت الم العجين. جبت معلقتين زبدة ماشي بدرجة حرارة الغرفة، او ممكن تسيحيهم في الميكروويف، وبدأت ألم العجينة بيهم حتى هتلاقيها تنفصل معاكي شوية وانتي شغالة. كملي عادي. وبعد كده أنا خدتهم كمان على المفرش السيليكون وكملت عليها 10 دقايق برضو أخلط العجين شوية. دهنت القالب البايركس اللي أنا حطيته دلوقتي فيه، دهنته بزيت، ودهنت وش العجين بزيت، واغطيه بستريتش راب واسيبه لحد ما يختمر في حدود كده، يعني خد له ساعه. انتوا عارفين الجو بقى برد شويه يا جماعه، فبيحتاج فتره اكبر. هنا ما شاء الله اختمر وجميل جدا، والعجينه ناعمه. وفي حاجه نقطه لازم تاخدي بالك منها، لازم تحسي العجينه تحت ايدك، يعني ايه اللي هي بتلزق على بسيط، ما تبقاش يابسه. احنا محتاجين فطيره تبقى جميله وطريه. هنا نزلناها على مفرش سيليكون. هنا انا بشرت 3 تفاحات، عليهم معلقتين سكر. هنضيف عليهم معلقتين سكر ومعلقة قرفة، وبضيف عليهم برضو ايه يعني نص معلقة فانيليا تعزز التفاح. نزلت طبعا العجين هنا زي رول، وبدأت افرده بشكل مستطيل طولي معايا، زي ما بتفردي كده السينابون. عجينة السينابون بتفرديها مستطيلة. بفردها هنا بالمردانة معانا لحد ما اقدر اخليها متساوية على المفرش. تمام. سهلة جدا يا جماعة وبسيطة، يعني اعمليها كده وانتي واقفة بتعملي الغدا، بتخلص في ثانية. هبدأ هنا اسوي الطروف معانا من ال4 جهات، مش برميها طبعا، هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنستخدمها برضو معانا. وهبدأ انا اجهز عندي الرول يبقى مستطيل ويبقى متساوي معانا في الشكل. تمام. يلا لايك وشير حبايبي، وتعالوا شوفوا الفطيرة دي. بصراحة الطريقة جديدة، وانتوا هتشوفوا يعني الطريقة حلوة وجميلة وسهلة، ومش يعني ايه مش صعبة. فردت هنا معلقتين زبدة برضو، فردناهم على العجين بالفرشة كده. تمام. وهبدأ اضيف التفاح اللي احنا بشرينه، وهفرده بشكل كلي، وابدأ بقى ارول معانا العجين لحد ما تبقى رول زي ما احنا شايفين كده، ولمتها على بعضها زي الكحكة كده المدورة. تمام. ومعايا هنا القالب بتاعي انا فرشاه بورق زبدة، ودهنه برضو الورقة، وبنقل خالص العادي، ولا فيها اي مشكلة. تنقليها عادي وانتي مطمنة، مش هتفك منك، لان احنا قفلنا الطروف كويس جدا، الطرفين من الجنبين، وبدأنا ايه نقصها كده، يعني نعمل لها فتحات تبقى سهلة للتسوية معانا. ولما تيجي تخرجيها بعد السوا هتلاقيها تقطعيها مكان ما انتي فتحتيها زي القطع كده على بعضها. هنا معانا بضاية ومعلقة لبن وفانيليا
وعشان زفارة البيت طبعا، وبدهن بيه الوش بتاع الفطيرة. جميلة جدا والموضوع سهل وبسيط، وخليكي معايا وانت تعرفي تعمليها ان شاء الله. طبعا قلبت ريحة البيت يا جماعة، وريحتها تحفة وجميلة ما شاء الله عليها. طبعا احنا مشغلين الفرن هنا مسبقا عشان انا هضيفها على الفرن. هنا حته العجينه اللي احنا طلعناها من الطروف انا فردتها، لما طلبت فردتها وحشيتها بقى ايه مكسرات. عايز تحشيها اي حاجه دي راجعه ليكي. وبدهن برضو الوش بتاعها وفرشت عليها كده الزبيب. بصوا ما شاء الله طلعت من الفرن وجميله وتحفه، والف هنا وشفا يا رب. يلا وجربوها قولي رايكم ايه.